يا جماعه، ده كده الموضوع خرج عن الحدود، ده الاهلي طلع فوق الجميع بجد. لا لا، ده الاهلي فوق الجميع. ما سمعتوش اللي حصل ولا ايه؟ هو احنا مش قلنا خلاص رابطه الانديه نزلت بيان ان اعتبرنا ان الاهلي مسحوب خلاص امام الزمالك، وهناخد منه 3 نقاط نديهم للزمالك، وهنخصم منه 3 نقاط نهايه الموسم؟ لا، ده الموضوع اتغير خالص. دلوقتي بقى رابطه الانديه نزلت قالت احنا خلاص اعتمدنا فوز الزمالك على الاهلي 3-0، وادينا له 3 نقاط، بس هنخفف العقوبه عليه شويه. طب هنعمل ايه؟ مش هنشيل منه 3 نقاط نهايه الموسم. غريبه قوي. الله، يا دوبك الاهلي يقدم شكوى العصر النهارده الساعه كام؟ الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12 بالليل اهو. ورابطه الانديه منزله الساعه 11 وشويه بتقول لك احنا هنخفف العقوبه. لا بيراميدز ساكت ولا الزمالك ساكت، والدنيا خربانه. لا، ده وفرضوا عقوبات على النادي الاهلي بقيمه حوالي 180 مليون جنيه بسبب بقى ان هو ما حضرش بقى، وفي بس شغال، والزمالك راح ومش عارف ايه وحوارات، والحكام ومش الحكام 100. يعني انت داخل في مبلغ كبير، مبلغ كبير. طب ما بالبدايه كنت دفعت المبلغ ده في حكام اجانب وخلاص، ومش هتدفع الكلام ده كمان في حكام الاجانب. انت عارف في ماتش زي ده الاهلي كان دفع له 50,000 دولار ولا 100,000 دولار، ما كانش وصل ل 180 مليون جنيه غرامات على النادي الاهلي. 180 مليون جنيه، يعني هيدفع 180 مليون مقابل، بس ادفع مقابل بس ان انا هشيل من عليك ال3 نقاط. تخفيض عقوبات بقى، رابط لاننا نزلت تخفيف عقوبه. لا بيراميدز راضي ولا الزمالك راضي، رافضين رفض تام على اللي بيحصل ده. ازاي يعني؟ انا مش فاهم. تتغير لوائح وقوانين، مش فاهم ازاي بعد ما نزلت قرار ان انت شلت منه 3 نقاط واعتبرنا الزمالك فايز، ونهايه الموسم هتطير منه ال3 نقاط، خلاص يرجع يقول لك احنا خففنا العقوبات. راجل بعت مذكرات كتير وبعت مستندات كتير تثبت صحه اقواله، واحنا بتحقق مع واحد. العدل برضه، ده الاهلي كده طلع فوق خالص في الليفل. اي نعم هيدفع، بس هيدفع مش هيتخصم منه 3 نقاط، ما هو هيشارك هالدوري تاني كده، وهيقابل بيراميدز وهيهزم بيراميدز. خد التقيله بقى، لان انا عارف انا بقول لك إيه. يعني الاهلي هيقابل بيراميدز كمان كام يوم وهيهزم بيراميدز في الدوري، وهيبدا يطلع بقى بيراميدز حاجه و40 نقطه، الاهلي هيبدا يحصله خلاص، مش هتخصم منه 3 نقاط. كمان ماتش الاهلي وصل لبيراميدز، كمان ماتش الاهلي عدى بيراميدز، كمان ماتش الاهلي خد الدوري. هم 7 ماتشات كلهم الاهلي خد الدوري فيهم، مش هيتهزم، وممنوع ان هو يتهزم، مستحيل ان هو يتهزم. خد الدوري، دفع يدفع 180 مليون جنيه مقابل خد الدوري، وهتاخد لك مبلغ اكتر من كده، وهنطلعوك باشا. اي نعم اتسحبت. حوارات كتيره، وانا مش فاهم ليه بيحصل كده. يعني هتعك على نادي الزمالك وعلى بيراميدز. ال3 نقاط اللي مش هيتخصموا دول رفعوا الاهلي، مع ان الاهلي كان مدي نفس لنادي الزمالك، خلاص هيبدا يشارك. لا، ارجع تاني يا زمالك ورا بقى، سيبني انا اشارك، انا الاهلي اقوى منك واقدر اتحكم واقدر اعمل. خففوا العقوبه عليه رابطه الانديه، وقالوا له ادفع بقى الفلوس بقى، شوف الفلوس قد ايه بقى، فرض فلوس قد ايه، ومش خاصمين منك 3 نقاط. انا مش فاهم قانون مين، معرفش. انا هسيب لكم الاجابه انتوا في التعليقات، وانتوا اللي تردوا تقولوا لي ايه اللي بيحصل ده. انا مش فاهم بصراحه.